يروي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء كما يصفونه الإمام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يروي في بعض مذكراته أن رجلا ذهب إلى المطار، وفي انتظار الطائرة كان منهكا متعبا، فنام على المقعد، فنادوا النداء الأول الثاني، أقلعت الطائرة، استيقظ. فلما استيقظ وأتى إلى باب دخول الطائرة رحلت، فإذا هو غضب ويزمجر ويذهب لموظفين الخطوط: لماذا أنا مبكر؟ وبعد ثلث ساعة يعلن أن الطائرة قد سقطت. إيش رأيكم؟ يتمنى أنه كان معهم؟ لا، سجد فورا. إذن أحيانا نحن نذهب إلى حتفنا ونحن لا ندري، أحيانا نذهب إلى الحتف، ويقال إن رجلا كان يسير في طريق فارتطم برجل، فسقط هذا الرجل ولم يمت، وأدخل ذاك المستشفى وأدخل هذا السجن، لأنه إنسان قد يموت. خرج ذاك من المستشفى وأطلق هذا بالكفالة من السجن، وكان غضب، وكان لا يريد المبات في توقيف المرور. فلما دخل إلى بيته إذا بسقف الغرفة سقط على السرير فقط، ما سقط إلا على مكان السرير، يعني لو كان نايم البارح كان الله يرحمه نصلي عليه اليوم. فسبحان الذي أبعده عن طريق كان هلاكه فيه، وكم دفع الله عنا من الكرب ما الله به عليم. بعضنا كان في بداية الأمر حزين وغضبان، هذا لا، بعضنا يقول: يا شيخ مالي كله قد رحل وخسرت في التجارة كل مالي، ويتكلم إليك بصوت حزين، ويبدأ يولول ويتمنى على الله الأماني: ولو أني تقدمت، لو أني ما ساهمت مع فلان، ولو أني ما صدقت، ولو أني. يا عبد الله الذي وهبك المال أول مرة ثم أخذه، أما تقول الحمد لله الذي رزقني، ثم الحمد لله الذي ابتلاني بأخذ رزقه وأبقى الإيمان في قلبي، فقد أبقى عندك أضعاف ما أخذه منك.